سلام، جيبوا الفنجان تاع القهوه تاعكم ونروح نحضروا هذه الوصفه اللي تسحقوا المعسلات تاعكم. وبسم الله على نار قليله نديروا فنجان تاع سكر، نزيدوا الفنجان الثاني ونخلوا السكر تاعنا يذوب لنا على نار قليله حتى نتحصلوا على كراميل. وفي هذه الاثناء من جهه اخرى عندي طروج تاع القرص والقليل من الشب. الوصفه بالتفصيل على قناتي حلويات محمد الاقتصاديه. نخلوا السكر تاعنا يكمل يذوب لنا، نجيبوا الفوي نكملوا نذوبوا الكميه تاع السكر كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. نذوبوا السكر تاعنا مليح كما راكم تشوفوا باش ما يبقاليش محجر. نزيدوا عليهم فنجان تاع ماء يكون يغلي. نذوبوا السكر تاعنا بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا. نزيدوا عليهم فنجان تاع الماء الثاني، وهنا خياتي نزيدوا زوج فناجل تاع سكر. نحركوا حتى يذوب لنا السكر تاعنا. الوصفه بالتفصيل على قناتي حلويات محمد الاقتصاديه. مرحبا بكم حبيباتي ونتشرف بكم كامل في قناتي. هنا خياتي نديروا طرونش تاع القرص مع القليل من الشب ونخلوا العسل تاعنا يغلي لنا مده 5 دقائق. كي يغلي لكم 5 دقائق خياتي تشوفوا دار هادو الفقاعات، اعرفوا بلي العسل تاعكم راهو واجد وناجح 100%. نحوه من فوق النار ونجيبوا بول نصفيو العسل تاعنا بهذه الطريقه. هذا العسل يوالم من جميع المعسلات وخاصة شهر رمضان الكريم. وهاو العسل تاعي بعد ما برد. ومتنساونيش خياتي بجام حلو كيما نتوما، وسلام في فيديو اخر.